فين التليفون يا جيهان؟ ايه، انت لحقت تشتاق لي؟ هناك اهو. الو، امينه. أيوة يا حلمي، خير؟ انا هسافر البلد ل3 ايام كده علشان اعمال ضروريه. ما ينفعش تتعامل من غيرك. لا يا امينه، ما ينفعش تتعمل من غيري، انا لازم اسافر. طب يا حبيبي، تروح وترجع لنا بالسلامة. خد بالك من نفسك، ها؟ حاضر. مع السلامه يا امينه. مع السلامة يا حبيبي. يا سلام، ده انت بقيت كداب محترف. ده انت كنت بتتكلم من غير ما يتهزلك جفن. لا، في الحقيقة دي قدرة غير عادية. انت هتعملي ايه في قضيه الوقف؟ وقف ايه؟ ما اتحلت القضية من زمان. انت ما بقتش خرابة موقوفة على مراتك زي ما كنت زمان. ده انت بقيت ملعب كرة بيني وبينها. مش ده انتصار رائع؟ ما اظنش. الامر ما اتغيرش كتير. انا قبلك كنت خرابه موقوفه على مراتي، ودلوقتي خرابه موقوفه عليكي. اظن ان على كده هحتاج محاميه تانية عشان تحللي المشكله دي، عشان المشكله لسه زي ما هي. انت بتقول ايه؟ ده انا اذبحك. القضية اللي تخرج من ايدي دي تخرج على القبر عدل قبل ما تروح لإيد واحدة تانية. لسه يا أستاذ ما اتخلقتش الست اللي تنافسني، انت سامع؟ يعني انت بتطالبيني ان اكون مخلص ليكي؟ ما اعرفش، انا كل اللي بفهمه اني بحبك. وده يعني انك هتكوني مخلصة ليا؟ دي مسألة تانية. تعالي هنا. قد ايه بتكون جميل لما تتنرفز. انا بموت فيك وانت كده. انا بس كنت بغيظك. انت عارف انا بحبك قد ايه. انت ست مجنونة، وانا بحبك لانك مجنونة. وانا كمان بحبك يا مجنون. حلو. انت بتحبني؟ ايوه. انت ما بتحبنيش؟ بص في عينيا وانت بتكلمني. انت بتحبني؟ ما قدرتش اكدب عليها. شفت ان مفيش فايدة اننا نستمر في الكدبة دي. ايوه، ما بحبكيش. طب عملت كل ده ليه؟ مش عارف. يعني احنا مش هنتقابل تاني بعد كده؟ هو انا ما عجبتكش؟ عجبتيني. امال بتسيبني ليه؟ كان ناقصني ايه عشان تحبني؟ هو انا شكلي وحش؟ لا. بس انا بحبك وما اقدرش افرقك. انا ما حصلش اني حبيت راجل زي ما حبيتك. مش عارفة اعمل ايه عشان تحبني. مش عارفة. انت ما حبتنيش.
كل ما هنالك إن كرامتك اتجرحت. انت بس عايزة تمدي في الوقت على أمل إنه ينتهي نهاية تنصفك. ده مش حب ليا، ده حب لنفسك. لا مش كده يا حلمي، مش كده، مش كده صدقني. طب أعمل إيه عشان أثبت لك إني بحبك فعلا؟ انت مش قلتي إنك مدمنة لحظات سعيدة؟ إنك مدمنة الدنيا، ودي فلسفتك في الحياة. أيوة، بس أنا حسيت معاك بإحساس جديد معرفتوش قبل كده. أنا بحبك فعلا يا حلمي، أنت مش عايز تصدقني ليه؟ ما عنتش بسمع كلامها. حسيت إن لحظاتي معاها كان وراها شعور بالندم والهوان. كنت عايز أهرب منها، ولو استدعى الأمر إن أرمي نفسي من الشباك. حسيت بالكراهية والنفور منها، لأن هي اللي وصلتني للحالة دي. ما عادش وجودي معاها بيسعدني، إنما كان بيحسسني بالتوتر وتأنيب الضمير. أنا بعمل إيه مع الإنسانة الغريبة دي؟ وأنا معرفهاش، وصحتني أفكاري على صوتها. دي أول مرة في حياتي يجي راجل يعمل فيا اللي أنت عملته. أنا اللي كنت بلعب بالرجالة، أنا اللي كنت برفضهم وأكسر قلوبهم. إيه اللي حصل؟ ليه؟ أنا بكرهك. أنت مين أصلا عشان أحبك؟ أنت راجل زيك زي أي راجل. أنا أقدر أجيب اللي أحسن منك بإشارة مني. أنت صدقتني لما قلتلك إني بحبك؟ أنا كنت بضحك عليك. أنتوا كلكوا كدابين وعواطفكم كدابة. أنت فاكر إن في حاجة اسمها الحب؟ معرفش. أنا عارفة إن مفيش حاجة اسمها الحب. في ليالي قضيناها سوا وكل واحد يروح لحاله. أما الحب اللي بيحكوا عنه الناس ده مجرد أكاذيب ووعود. الإخلاص كدبة والحب كدبة. مع السلامة يا حلمي.